السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا بقى النهاردة فيديو تحفة. معانا تورتة لذيذة كده، طبقات تحفة بجد، كريمة، شوكولاتة، كراميل. معانا كل اللي تحبيه في قلب الفيديو ده. تحفة بجد، دايبة دوب. التورتة اللي انتوا شايفينها ديت مش معمولة في الفرن، معمولة على سطح البوتاجاز بطريقة سهلة جدا، بطريقة انت ما تتوقعهاش. تحفة بجد، سهل ممتنع، من غير فرن، من غير اي حاجة، من غير ما تضيعي وقتك. تحفة بجد، طعم حكاية. طبقات زي ما انت شايفة، شكل الكيك معانا او شكل التورتة معانا، طبقاتها تحفة، وكمان مش مكلفة خالص. باتنين عدد بيض بس قدرتي تعملي الكيكة التحفة ديت او التورتة الجميلة ديت. حاجات بسيطة، حاجات غير مكلفة. التزيين اللي على الوش ده كان بقية وصفة انا عاملاها معاكم قبل كده، ودي كانت البواقي بتاعتها فزينت بيها التورته بتاعتنا الجميله النهارده. بص بقى، طبقات هشه تحفه بجد. يلا نسمي كده بالله ونتوكل على الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف مكونات الوصفه بتاعتنا شكلها ايه. معانا هنا 3 بيضات بس صغيرين. في الوصفه حط بيضتين 2 كفايه. 3/4 كوبايه من السكر، عليهم يعني نص كوبايه من الحليب او 3/4 كوبايه من الحليب. معانا نص كوبايه من السمنه. معانا كوبايه ونص من الدقيق منخولين. معانا 3 عدد فانيليا. هنضرب ده كله في الخلاط، مش هتتعبي نفسك في اي حاجة، كل المكونات دي في الخلاط. دي كوباية ونص من الدقيق، اللي هي المعيار الكوباية اللي احنا عايرنا بها السكر، هي اللي عايرنا بيها السمنة، هي اللي عايرنا بيها الدقيق، هي اللي عايرنا بيها السكر، هي اللي عايرنا بيها كل حاجة. معانا معلقتين هنا من الكاكاو نخلناهم عشان بيبقى فيه تكتلات كتيرة. معانا هنا بقى اللون الأحمر الطبيعي اللي هو بتاع المخبوزات بتاعتنا. باكو من البيكنج باودر هنخله برضو عشان بيبقى فيه تكتلات. يبقى دي كلها المواد الجافة على بعضها. كوب ونص من الدقيق اللي هو بنفس المعيار، عليهم معلقة كبيرة او معلقة ونص من الكاكاو الخام، عليهم لون الاحمر ده، عليهم ذرة طبعا من الملح. هتقلبي كل المكونات الجافة دي ببعضها، ادي ذرة من الملح اهي. وبعد كده هننزل بالمواد السائلة اللي هي ايه، اللي هي بيضتين، عليهم 3/4 كوباية من السكر، كوباية من الحليب او تعتبر نص كوباية من الحليب، عليهم نص كوباية من الزبدة السايحة. هتضربي كل المكونات دي في الخلاط، انزلي بيهم على المكونات الجافة وتضربي الخليط بتاعك كله زي ما انتي شايفة بالشكل ده. كله بصي بالمعلقة، لا احتاجنا مضرب لا احتاجنا حاجة، كله بايدك وكله معلقة، كله مضروب كل المكونات في الخلاط. ونزلتها بس على المكونات الجافة لحد بدأ بالمقام ده. القوام هنا معايا سميك، طبعا معايا حليب سخن دافي نص كوباية هي انا عيناها، علشان لو القوام بتاعي تقيل بتبتدي كده ان انت تفككيه وتوصلي القوام اللي انت عايزاه. احنا لا عايزينه تقيل ولا عايزينه خفيف، احنا عايزين قوام مظبوط من الكيكة، لان الكيكة دي هنعملها في طاسة على البوتاجاز، مش هنعملها كيكة فرن. فهي احتاجت نص كوباية اللبن كلها اللي معايا، اللي هي بنفس معيار المج، يعني نص كوباية. طبعا اللبن ده دافي مش ساقع علشان ما يبوظش الكيك بتاعك وتطلع الكيكة بتاعتك هشة. بصي تحفة، قوام تحفة، مكونات سهلة، مكونات بسيطة. هترجعي كله في الخلاط تاني كده بتاعك، في شفشق الخلاط، علشان الشفشق ده اللي هننزل بيه في قلب الطاسة بتاعتنا علشان نسوي معانا الكيك بتاعنا. هتدهني دهنة بسيطة كده للكيك بقى السمنة برضو، وهتنزلي بجزء بسيط من الكيك. هتاخد شكل الصينية اللي انت بتعملي فيها وتغطيها وتهدي عليها النار تماما، هتستوي وهتنتفخ زي ما اكون عاملاها في الفرن بالظبط. ادي شكل الكيكة، تلاقيها بتعمل فقاقيع كده على الوش، بتستوي من الجناب، وبتبتدي ان انت ممكن تقلبيها على الناحية التانية، ممكن تسيبيها زي ما هي لما تستوي خالص وتشيليها وتحط واحدة غيرها. ادي التانية اهي بنفس الشكل وبنفس التكنيك اللي احنا عملنا بيه، سهلة جدا سريعة جدا. بتغطي بس الصينية بتاعتك او الطاسة بتاعتك ديت بطبق او بغطا على قدها، علشان تنفخ معاكي الكيكة وتطلع بالجمال والحلاوة اللي انت شايفاها دي.
دي انا كنت قلبتها مرة، قلبتها ومرة سبتها تستوي في الاناء بتاعها لحد ما استوت تماما، وكانت تحفة بجد. زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو الطبقات بتاعتها جميلة. كل مرة بقى بتدهني دهنة من السمنة البسيطة كده وبتنزلي بالكيك بتاعك. بصي لما بتستوي بتبتدي ان هي تعمل فقاقيع كده، تحفة تحفة بجد. الطعم كان خطير جدا، هشة جميل. يلا بقى نعمل الكريمة بتاعتنا المعتادة. انا حطيت هنا اللبن على السكر وسيبته شوية علشان السكر يدوب، لان ده مش سكر بودرة. فطالما السكر بتاعك حبيبات، اركني السكر مع اللبن شوية، اللبن هيدوب السكر، وبعدين تنزلي ببودرة الكريمة وتخفقيها كده بالمضرب. دي كانت اخر واحدة في قلب الصينية اهي، حبيت ان انا اوريها لكم. بصي عاملة ازاي، تحفة تحفة بجد. طبقات كلها هشة. عملت معايا 3 طبقات بالشكل اللي انتي شايفاه ده، ودوت المطلوب، لان كده عدد الطبقات هيبقى مناسب جدا. عملنا الكريمة، تبقى الكريمة عاملة زي بوز المنقار كده، تعرف ان الكريمة حلوة معاكي. خلاص كده. هنا بقى معانا ده اللي في البطرمان دوت عسل احنا عاملينه. قلت لكم تعملوا العسل بكمية اكبر من المعتاد وانت بتعملي الوصفات بتاعتك، بحيث لما يفيد لوصفة تانية يبقى جاهز معاك. دي نحتاجناه للوصفة اللي بعد كده. تحفة بجد. بصي هنحط اول طبقة كده وننزل عليها كمية من العسل اللي احنا عاملينه، اللي هو الشربات يعني. هناخد شوية من الكريمة هننزلهم كده، وبعد كده هننزل بالطبقة التانية. في كل مرة هتحط كريمة ما بين الطبقات وتحط الطبقة اللي بعدها. حطينا الطبقة التانية، هنحط الطبقة التالتة، وهكذا لحد لو معاكي طبقات اكتر من كده حطيها. ادي بصي شكل الكيك تحفة. لا احتاجنا فرن ولا احتاجنا اي حاجة، ده كيك الطاسة التحفة. اول مرة نعمل تورته في قلب الطاسة، يعني تالي محدش عمل تورته قبل كده في قلب الطاسة يا جماعة. انا عملتها لكم على سطح البوتاجاز في قلب الطاسة، يعني تحفة بجد. طبقات هشة قسما بالله احلى من تورتة الفرن بكتير، جميلة بجد. طبعا غطي بقى كلها كده بالكريمة علشان نبتدي نزينها. انا زينتها بقى تزويق عشوائي كده. مش عارفة بقى طريقة التزويق هتعجبكم ولا ايه، بس انا حبيت ان انا اعملها على قد الايد، يعني بالامكانيات اللي انتي عندك عملتها. يعني ما حبيتش ان انا اكلف نفسي او اكلفكم حاجات تجيبها من بره. شوفي ايه اللي متاح في بيتك، شوفي ايه الامكانياتك اللي عندك، وهتعملي بابسط حاجة وفي نفس الوقت هتطلعي احلى نتيجة ان شاء الله. انا حبيت اعمل الشكل ده كده، قسمتها نصين، حطيت نص شوكولاتة ونص التاني كراميل، وابتديت ان انا ازينها بالشكل اللي انتي شايفاه كده في اول الفيديو. تابع بس معايا الخطوات، هتلاقي بقى نتيجة حلوة ان شاء الله كده في اخر الفيديو. وعايزة لايك وشير بقى للفيديو، على الفيديو باللايكات بتاعتكم فضلا وليس امرا، اللي يخش يشاهد الفيديو ما ينساش اللايك يا جماعة. لايك على قد ما بتعب واعمل لكم حاجات بسيطة، لو انتوا حتى شايفينها بسيطة، بس على قد تعب الحاجات البسيطة اللي انتوا بتشوفوها. ابسط حاجة ان انت هتتكي بس لايك علشان تجبروا بخاطري حتى باللايك اللي انت هتقدميه ده. طبعا لأول مرة يشوفنا يا ريت بقى يشترك في القناة كده وينورنا ويشرفنا، عشان أي حاجة احنا بنعملها لو كانت حتى بسيطة من رأيكم نقدر نفيد بيها أي حد. جبت بقى المعلقة وعملت شكل بسيط كده بالمعلقة علشان يدي شكل جمالي كده للتورته بتاعتنا، ونحس ان احنا عملنا حاجه بسيطه نقدر نسعدكم بيها. عايزه لايك كتير بقى للفيديو دوت علشان ربنا يكبر بخاطركم زي ما انتوا هتكبروا بخاطري في الفيديو ده ان شاء الله. ادي صوص الكراميل برضو كان باقي من الوصفه اللي فاتت، والله ما عملت اي حاجه، دي كلها كانت بواقي وصفه انا كنت عاملاها معاكم، فحبيت ان انا اكمل بيها الوصفه الفاضله اللي هي كانت مدلعه. فاكرين المدلعة الفيديو اللي فات كنت عاملة وصفة المدلعة دي، بواقي المدلعة فخليتها وعملت بيها وصفة جديدة علشان اقول لكم ان احنا بنوفر من وصفة لوصفة تانية، ان احنا نقدر نعمل بيها وصفة وتبقى اجمل من الوصفة اللي قبلها. ايه رأيكم؟ اهي كل حاجات برضو كده بالمعلقة كده وتعملي شكل بسيط، بس حاجات بسيطة جدا تقدري تعمليها ومش حاجات مكلفة. في كل بقى حتة فاضية كده حبيت ان انا احط صوص شوكولاتة علشان ادي شكل جمالي على قد ما اقدر، علشان اخلي عينيكم الحلوة تشوف حاجة حلوة برضو.
فعملت حاجة بسيطة كده، شكل بسيطي وشكل جمالي، علشان ان شاء الله ينال اعجابكم باذن الله. كانت في حته فراغ، في فراغ كده ما بين الصوص ده والصوص دوت، فحبيت ان انا املاها بصوص الشوكولاته. هنا دي الكريمه برضو اللي احنا كنا مسيلينها علشان نزين بيها المدلعه في الفيديو اللي فات، بقت معانا زينا بيها بقيت الكيك بتاعنا. اي شكل انت حباه، اي شكل انت عايزه تعمليه بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، او بشكل انت طبعا بتعملوا حاجات اجمل من كده بكتير، تقدروا ان انتوا تعملوا اجمل من كده بكتير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. لايك وشير بقى للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكل الناس تستفيد بالحاجات البسيطة اللي كوكي بتعملها. كنت عايزة اكتفي بالشكل ده، فما حبيتش ان انا اكتفي بيه، فعملت نقط كده ما بين كل رسمة، وجبت صوص الشوكولاتة وعملت شكل زجزاجي كده حوالين الكيكة من بره، فحسيت ان هي شكلها اجمل بكتير. قولوا لي هي كانت كده كفايه ان انا اعمل، ولا النقط اللي انا حطيتها ديت حلوه؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات كده في الكومنتات بتاعتكم، النقط ادت شكل جمالي اكتر ولا كانت بالشكل الاول احسن. وقولوا لي ايه رأيكم في التورتة البسيطة الجميلة، تورتة الطاسة السهل الممتنع زي ما بيقولوا، حاجة بسيطة كده على قد الايد، حبينا نعملها مع بعض ونزينها مع بعض علشان نشارك بعض على كل حاجة حلوة احنا بنعملها مع بعض، ونقدر نفيد بعض ونستفيد من بعض ونتعلم مع بعض. ايه رأيكم في الطبقات؟ تحفة، هشة، طعم، مذاق فوق الخيال، طعمها يجنن بشكل رائع جدا. انا عايزاكم تجربوها، واللي يجربها ويجرب الوصفة دي بنفس الشكل والتكنيك بتاعها دوت يكتب لي ان هو جربها ويقول لي طعمها ايه وشكلها ايه. وطبعا هي سهلة جدا وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مرة. تابعي بس خطوات الفيديو، بصي بوريك الطبقات تحفة بجد، هشة. انت شفتي سمك الكيك، شفتي التورته معاكي عامله ازاي، الهشه بطريقه تحفه جميله جدا. يعني بصي مش محتاجه دي سبونش خالص، هي تحفه بجد، طعمها فوق الروعه. حاجات بسيطه، لا فصلنا بيض عن صفار ولا صفار عن بيض، لا ضربنا كله في الخلاط في خطوه واحده وطلعت بالجمال والشكل التحفه ده. كل اي حاجه في بيتك ان انت تقدري توفريها وتعملي بقى وصفه جديده، اعملي كل الوصفات واحلى الوصفات مع كوكي. كل متاح وكل ما بين ايديكي ان انت تقدري تعملي احلى حاجه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. عايزه لايك كتير للفيديو، وعايزه تعليقات حلوه من القلب اللي بتشرح القلب وبتشجعني وبتخليني اتواصل معاكم، وان انا اقدر افكر معاكم نعمل وصفات جديده واشكال جديده علشان نسعد اولادنا ونسعد اوقاتنا ونسعد بعضنا ونسعد ضيوفنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويحلى ايامكم. بصي بقى هم عمالين يدوقوها، وبصوا عايزين يخلصوها هقول لهم استنوا لما نخلص التصوير، يقولوا لا احنا مش قادرين نقاوم، لانها فعلا كانت تحفه بجد، طعمها لذيذ قوي. فربنا كده يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى حاجه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده البسيط. لايك وشير للفيديو بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.